قبل ما تقرر تفارق حد بتحبه، قبل ما تاخد القرار لازم تعمل الكام حاجة دول. لازم تديله فرص كتير قوي، وهقولك ليه بعدين. اديله فرص كتير قوي، تعال على نفسك، خليه يأذيك، اتحمل، سامح مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ما انت بتحبه بقى. تمام؟ بص، كل الحاجات دي هتوجع قلبك قوي، وانا معاك انها تتعبك جدا، بس والله العظيم فايدتها في الاخر عظيمة. عارف ليه بقى؟ لانك يوم ما هتقرر ان انت تفارق بجد هتفارق وضميرك ده مرتاح وقلبك ده مشفي، مش هتكون اصلا شايفه قدامك. سبحان مغير مقامات الناس في قلوبنا. انا دايما كده كان في كده جملة كده انا مألفاها، كنت بقول: سبحانه زارع الحب ونازعه، سبحان مغير الإحساس. والله العظيم هتبص تلاقي نفسك الشخص اللي انت كنت شايفه ياما هنا وياما هناك وان مفيش احسن منه في الدنيا، تقول: ايه ده؟ انا كنت ده ده ياي. فليه بقى تدي فرص؟ عشان الشخص ده كده تخليه يعني كأنه بيقدم لك قلة الأصل كده، وبيقدم لك ندالته، وبيعرف لك ان هو شخص ما يستاهلش على طبق من ده. كأنه بيقول لك: يا عم انا شخص رخيص، بتغليني ليه؟ بالظبط كده. فالموضوع ده اي نعم هيتعبك وهيوجعك، بس احسن ما تفارق وانت بتحبه وبتفكر فيه عشان ما ترجعلوش تاني. لا، يوم ما تقرر تمشي اوعى ترجع تاني، ويوم ما تقرر ترمي الحاجة ما تبصش وراك ولا توطي تجيبها تاني ابدا. خلي عندك عزة نفس وكرامة، اللي هما بيفتكروا انها مش موجودة لما انت بتيجي على نفسك، ولما انت بتتنازل عن حقوقك، ولما انت بتديهم فرص تاني لما يعتذروا لك، وتفضل تسامح تسامح، فبيفتكروا بقى ان انت حد مضمون. انت فاهم؟ فانت بقى هوب تقوم مفاجئهم بالكبيرة، تنسحب خالص، يفضلوا بقى يولولوا ويعيطوا عليك بقية العمر. مش بتاعتي بقى يا باشا، انا كنت مديك مليون فرصة وانت بقى كده خلاص. وقتها هيسقطوا من نظرك، بس انت اللي هتعلى في نظرهم. انت هتنساهم وهم هيفتكروك. هتبقى معلم معاهم العمر كله. هتعلم معاهم ازاي؟ بالحسنى وبالأصول، من غير ما تأذي. امشي وفارق بهدوء. يلا، سلام عليكم.